لما مامتك تقولك هات العيدية علشان احوشها لك. زي ما بقولك كده، لما مامي تسألك لميت عيدية كام قول لها 100 جنيه بس، عشان لو قلنا لها لمينا كل واحد 500 جنيه هتاخدهم مننا زي العيد اللي فات. تمام يا ليلي، برافو عليكي، فكرة حلوة. وانتي بقى هتعملي ايه؟ لو سألتني هقول لها لميت 100 جنيه بس. اتفقنا؟ اتفقنا. ها يا حلوين، لميتوا عيدية كام بقى العيد ده؟ انا لميت 100 جنيه بس. وانا كمان يا مامي لميت 100 جنيه بس. عيد لحمة بقى وكده زي ما انتي عارفة. عيد لحمة؟ أحمد، أنت بالنسبة لك 100 جنيه من خالتك و200 جنيه من جدك و200 جنيه من جدتك، يبقى المجموع بالنسبة لك 500 جنيه، وانت زيه بالظبط. عاملين نفسكم ناصحين وهتنصبوا عليا، أنا مسجلة كل حاجة هنا. هو انتي يا مامي هتفضلي تاخدي مننا فلوس العيدية كل عيد كده؟ وهو أنا يعني باخدهم أعمل بيهم إيه؟ ده أنا بحوشهم لكم يا خايبة. طب والعيدية بتاعت العيد اللي فات يا ماما؟ ايوه صحيح، ده انا ليا عندك 400 جنيه من العيد اللي فات. لحظة واحدة، كان ليكي 400 جنيه، جبتلك لبس العيد ب1200 جنيه، وهاخد منك 500 دلوقتي، يبقى عليكي 300 جنيه. ناخدهم بقى العيد الجاي إن شاء الله. وانت كمان مش عايز تعرف حسابك؟ كله مكتوب. إذا كانت ليلي طلعت مديونة يبقى أنا أكيد هتطلب البوليس.